الهلال يستضيف الأهلي في الكلاسيكو اللي أنا وإنت وكل الناس اشتاقوا له. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ رجعت لكم مقطع جديد. أول شيء خلينا نتكلم عن باقي مباريات الجولة المهمة أيضا قبل ما نتكلم عن قمة الهلال والأهلي. عندنا الخليج والتعاون. التعاون قدم موسم كبير ورائع جدا. التعاون ما عنده نفس اللاعبين العالميين اللي عند الأندية الأربعة المعروفة، رغم ذلك هو في المركز الثاني حاليا بخسارة مرة واحدة فقط كانت من الأهلي. فوز التعاون قد يجعله متصدر مع الهلال حسب نتائج المباراة الأخرى طبعا، وحتى لو ما تصدر راح يحافظ على مركزه إذا فاز. أما الخليج كان سيء في بداية الدوري، ولكن الصراحة في تحسن ملحوظ، يعني ممكن يقدم أداء كبير، ممكن يفوز حتى على التعاون. الوحدة والاتفاق. ليش اخترت اتكلم عن هذا اللقاء؟ لانها مباراة قوية طبعا، الطرفين مقدمين موسم جيد، ولكن حسب رأيي المفروض الاتفاق يكون افضل من كذا بعض الشيء. ليش؟ لانه يعتبر من الاندية اللي اندعمت واللي عندهم لاعبين على مستوى عالي، وبداية الدوري كان يقدم مستويات عالية جدا، ولكن انخفض المستوى بعض الشيء، وانا اتوقع المستوى حيرجع عالي زي بداية الدوري. والوحدة أيضا قدم موسم جيد وممتاز، وترى الفارق بينهم 4 نقاط بس، يعني هذه المباراة ممكن تأثر على ترتيب الدوري طبعا. الاتحاد والحزم. الاتحاد اللي يظهر في هذا الموسم بشكل مختلف عن شكل بطل الدوري اللي شفناه في الموسم الماضي. الاتحاد لازم يعدل وضعه قبل كأس العالم للأندية، وإلا أنا مستعد أقول لك إذا استمر الاتحاد بهذه الطريقة حيخرج من أول مباراة في كأس العالم للأندية. يعني أنا ماني فاهم نونو سانتوس إيش قاعد يسوي. لو انا عارف صدقني بقول لك، بس حتى انا ماني فاهم ايش قاعد يسوي. اما الحزم وضعه سيء جدا جدا جدا، ويعني ممكن يرجع يهبط مرة ثانية اذا ما تعدل الوضع. واذا فاز على الاتحاد فهذه دفعة معنوية قوية ممكن تعدل من الاوضاع في النادي. الفيحاء والنصر. هذه مباراة جميلة الصراحة. الفيحاء يقدم موسم جيد وقادر على الإعطاء أمام النصر، ولكن لا تنسى النصر مرعب في هذا الموسم، وهو تقريبا أقرب مرشح للفوز باللقب. أنا ما قلت أنا أتوقع النصر يفوز باللقب، أنا قلت هو أقرب المرشحين للفوز باللقب. النصر يمتلك كريستيانو رونالدو هداف الدوري حاليا. هذا اللاعب ما شاء الله تبارك الله، رغم انه جالس يكبر في السن الا انه شغفه يكبر معاه كل يوم. طيب نيجي لموضوعنا الرئيسي، قمة الجولة، الهلال والأهلي. الهلال متصدر الدوري ب26 نقطة، والأهلي الرابع ب22 نقطة، متعادل مع النصر، ولكن النصر الثالث فارق الأهداف طبعا. فوز الهلال في هذا اللقاء يعني الابتعاد عن الملاحقين اللي منهم الأهلي طبعا، والاستمرار في الصدارة. أما فوز الأهلي يعني الاقتراب بشكل كبير من الصدارة، وراح يكون الفرق بينه وبين الهلال نقطة فقط، وكمان لو خسر التعاون من الخليج راح يقترب أكثر وأكثر. شفت كيف مباراة التعاون والخليج مهمة؟ في آخر 5 مواجهات بين الفريقين فاز الهلال في 2 والأهلي في 1، وحضر التعادل مرتين. وطبعا غير كذا هذه المباراة لها طعم خاص. عندك الهلال يبغى يفرض قوته على الأهلي ويستمر في الانتصارات عليه، أما الأهلي جاي للانتقام من كل الأندية وأبرزهم أكيد الهلال، ومين ينسى 2016. فإيش اللي حيحصل في هذه القمة المجنونة؟ الله أعلم. وللأسف طبعا زي ما كلنا عارفين انه الهلال حيفتقد لنيمار الى نهاية الموسم بسبب الإصابة، ولكن لا تزعل جمهور الهلال، ترى عندكم سالم أحد أفضل اللاعبين المحليين إذا ما كان الأفضل أساسا. والأهلي كاد أن يفقد كيسيه وماكسيموم ضد الهلال بسبب الإصابة أمام الوحدة اللي كان لعبهم عنيف بشكل غريب الصراحة. طبعا ما تأكد انهم حيلعبوا ضد الهلال لسه، ولكن يعني انا اتوقع حسب الاخبار شايفة انه اصابتهم خفيفة، وكيسيه وماكسيمان حيكونوا موجودين ضد الهلال ان شاء الله. وفي النهاية طبعا اتمنى تشاركون توقعاتكم لهذه المباراة تحت في التعليقات، وصاحب التوقع الصحيح راح يطلع تعليق في المقطع القادم.
تفكرني بقول في جوائز؟ لا ما في ولا شيء. وبس ان شاء الله تكونوا استمتعت بالمقطع. لا تنسى اللايك والاشتراك وتعليق المحفز والنشر في كل مكان، وخلونا نوصل 500 مشترك في اسرع وقت ممكن. وشكرا للمشاهدة، مع الف 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 سلامة.